اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير. اليوم وصفه جديده، وصفه من اسهل الوصفات واقواها. هاد الوصفه طلبوها لي بزاف البنات، اللي هي تماريض ديال المحبه، باش هداك الشخص انه كيمرض بالفراق ديالك. يعني ملي ما كيكونش معاك او متفارق معاك او ما كيهضرش معاك وما كينجحوش معاك الوصفات العاديه، فغديري ليها طريقه هادي اللي هي سهلة بالبيضة فقط. تستعملوا فيها بيضة عادية، من الأحسن هاد البيضة اللي تستعملوا ما تكونش دخلات للثلاجة. فهمتوني البنات؟ غتاخدي بيضة، تكوني بوحديتك، واخا تكون عليك الحيض ماشي مشكل. تاخدي قلم عادي للكتابة، تكتبي الاسم ديال الشخص، فلان ابن فلانة، بحال هكا. الا ما كنتيش كتعرفي اسم الام ديري ابن حواء. جلسي بوحديتك فواحد المكان وقولي: ناديت عليك يا البيضة، ناديت عليك يا البيضة، ناديت عليك يا البيضة. بحال هكا 3 المرات. ناديت عليك يا البيضة 3 ديال المرات. من بعد تشدي هاد البيضة هادي، تحطيها بحال هكا، وتاخدي شي حاجة تكون صلبة، تكون صلبة البنات، وغادية تهرسي هاد البيضة هادي. غادية تهرسيها يعني هكا، تخبطيها تهرسيها. فهمتو البنات؟ تهرسيها، وملي تهرسيها غادية تقولي: ما رانيش نهرس فيك يا البيضة، راني نهرس فراس فلان ولد فلانة حتى يرجع ليا انا فلانة بنت فلانة. ما رانيش نهرس فيك يا البيضة، راني نهرس فراس فلان ولد فلانة حتى يرجع ليا انا فلانة بنت فلانة. هاد الطريقة البنات كتشقي ليه الراس ديالو بحال البيضة، كيولي راسو كيتهرس عليه وكيتشق عليه بديك الضربة اللي غادية تضربي نتيا البيضة. راه البنات زوينة، من اقوى الطرق المجربة، الله يرضي عليكم طبقوها. كيف ما قلت لكم، تهرسي البيضة وتقولي القراءة اللي ذكرت لك 3 أو 7 مرات. القراءة تقوليها ملي تهرسي البيضة، قوليها. ناديت عليك يا البيضة هذيك قوليها قبل ما تهرسي البيضة. فهمتوا البنات؟ راه زوينه 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 بزاف. والبنات حاولوا انكم تهرسوها في شي طبسيل او شي حاجه، باش ملي تبقى هذيك البيضه مهرسه في شي طبسيل، رميوها في شي مكان يكون معشوف فيه الربيع والخضوريه، وما يكونش مكان ديال الاسبال. هذه هي طريقه اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم. راها من اقوى الطرق البنات الزوينين المجربين، طبقوها ما خسرين والو. سهله وبسيطه بالنسبه للبيضه، واخا تكون بيضه عاديه او بيضه بلديه ماشي مشكل، راهم بجوجهم غاديين يخدموا لكم باذن الله. ما نطولش عليكم اكثر من هكا، ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق، كنبغيكم بزاف ودعوا معايا البنات بالشفاء. والله بغيت كندير لكم فيديوهات قصار لانني عيانه شويه، ما قدرش ندير لكم فيديو طويل. دعوا معايا بالشفاء، والله يشافي جميع المسلمين يا ربي، والله يوقف معاكم. وشكرا لكم كاملين، كنبغيكم بزاف بزاف. نخليكم هاد الساعه على خير وبخير. تهلاو في راسكم وبسلام عليكم.